واحد اثنين اكشن. في ظل انتخابات عموم جمهورية مصر العربية بانتخابات الرئاسة في جمهورية مصر العربية، ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، ومع التحالف الوطني والنائب محمد الصمودي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوة ومطوبس، ومن هنا من محافظة كفر الشيخ من نادي مطوبس الرياضي، كان لنا هذا اللقاء مع النائب محمد الصمودي عضو مجلس النواب عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية. النائب محمد الصمودي، أهلا بحضرتك. يا سامع حضرتك والسلام المشاهدين. الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك الانتخابات لها دور كبير ودعم من السادة النواب والشعب المصري. طبعا هو سيادتك احنا النهارده بصدد مؤتمر جماهيري حاشد في مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ من اجل الانتخابات الرئاسية. المؤتمر ده تابع للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وطبعا سيادتك زي ما انت سيادتك شفت شايف الحضور وشايف الناس، طبعا الناس مشاركة وكل الناس مشاركة بحب من أجل الاستقرار ومن أجل مستقبل أفضل. وطبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها سواء الظروف الاقتصادية العالمية أو حرب روسيا وأوكرانيا أو الحرب على غزة والاعتداء على إخواننا الفلسطينيين، فإحنا بندعم القيادة السياسية في هذا الأمر، وجميع الشعب المصري لديه الوعي والاصطفاف خلف القيادة السياسية. واحنا بنراهن على الشعب المصري ومحافظة كفر الشيخ ومركز مطوبس بصفة خاصة في الحضور بإذن الله في الانتخابات الرئاسية. هذا الحضور هيكون أعلى نسب حضور بإذن الله، ده مش من أجل دعم عبد الفتاح السيسي ولكن من أجل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية ومن أجل الأمن والأمان والاستقرار للمواطن المصري. احنا زي ما حضرتك برضه ذكرت، احنا بنشوف الدول المجاورة لنا على الحدود ومدى صعوبة التعامل في الأمن في هذه المناطق. تنعم مصر بالأمان وتنعم مصر بالرخاء وتنعم مصر بالاستقرار. سعادتك ذكرت ان من اجل الاستقرار ومن اجل الامان ومن اجل التنميه ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره رئاسيه جديده لاستكمال مسيره العطاء. طبعا سيادتك احنا كلنا والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الحقيقه جميع الزملاء وجميع القيادات التحالف على مستوى الجمهوريه ومحافظه كفر الشيخ وجميع المراكز المحافظه بيقوموا بدور جيد جدا ودور فعال. وطبعا سيادتك ان شاء الله هتبان هذه النتائج في الانتخابات واحتشاد المواطنين يوم 10 و11 و12 للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه. وطبعا زي كلنا ما شفنا المصريين في الخارج شهدنا ملحمه عظيمه وشهدنا اقبال جماهيري عظيم جدا وحضور جماهيري كبير في الادلاء باصواتهم من اجل استقرار الدوله المصريه. سعادتك وجه رسالة للمواطنين الذين لم يحضروا هذا المهرجان بدعم السيد الرئيس وللإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات. طبعا هو احنا بنناشد جميع المواطنين وفي جمهوريه مصر العربيه لابد ان احنا جميعا نحتشد امام الصناديق الانتخابيه وامام اللجان الانتخابيه للادلاء بصوتنا. انزل وشارك وحط صوتك، واحنا عندنا 4 مرشحين من حقك تختار اي مرشح انت شايفه مناسب لهذه المرحله، ولكن لابد من المشاركه، لازم مشاركه فعاله. احنا عندنا المنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالميه والمنظمات الحقوقيه كلها بترصد الانتخابات الرئاسيه وتحت اشراف الهيئه الوطنيه المحترمه الهيئه الوطنيه للانتخابات، وانتخابات حره ونزيهه ولا بد ان يشارك فيها جموع الشعب المصري من اجل دعم الدوله المصريه وليس دعم المرشح عبد الفتاح السيسي. مزيدا من التقدم وان شاء الله نتقابل على الصناديق ونبارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في تلك الانتخابات التي يسعى اليها الشعب، مصممة على الاستقرار ومصممة على التنمية ومصمما على الأمن والأمان في جمهورية مصر العربية. كان معكم سمير أبو السعود لأنباء الشرق الأوسط الدولية.